يمر عليه الهلال والهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في بيته نار. يظل أياما وليالي متتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، بل يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وأكل مع صحبه ورق السمر حتى قرحت أشداقهم. وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ولقد أتت عليه 30 من بين يوم وليلة ما له ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ربط من شدة الجوع الحجر على بطنه ونام على الحصير حتى أثر في جنبه. وناولته فاطمة كسرة خبز فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3. وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ليس منها ذرة في قلبه. عرضت عليه مفاتيح الخزائن فأباها، واختار لنفسه ولأهل بيته عيشة الكفاف، لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن متع الحياة، ولكنه استعلاء على الشهوات. أتته المغريات فمال عنها وراح يهشها هش الذباب، ولم يسلك إلى الشهوات دربا ولا ولجت خطاه لها بباب. شعاره: لا عيش إلا عيش الآخرة، ما لي وللدنيا. ودعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عليه كوامل الصلوات تترى، فلا ليلا تطيش ولا نهارا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين